السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، ازيكم؟ وحشتوني. النهاردة بقى هنعمل معايا الفول المدمس. احلى حبة فول بصراحة، يعني حاجة كده ما اقولكوش. معايا كيلو فول يا جماعة. كيلو الفول ده انا نقعاه يوم كامل من بالليل لتاني يوم. نقعاه تاني يوم يعني تقريبا الظهر، بعد الظهر كده ما بين الظهر والعصر كنت بدأ اشتغل فيه ليلة كاملة. فلما تنقعيه الحباية الفول بتكبر وتخ وتبقى طرية وحلوة كده، بتستوي معاكي بسرعة. معايا بقى حلة او عندك دماسة اللي عندك، هتحط الفول معايا بقى ايه شوية جزراية مبشورة. انزل بشوية الفول والجزراية، وهنزل بالبقية الفول كده زي ما انتوا شايفين، وهنزل ب3 معالق عدس زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا بقى طماطمية او طماطميتين، تقسمهم كده من النص وتحطيها. ومعايا عصرة ليمونة، الليمونة دي ممكن تحطها بحالها. انا قبل كده عاملاها برضو حطها بحالها الليمونة عادي، بس انا كده حبيت اعصر الليمون. وانزل بقى ايه بشوية مية كده زي ما انتم شايفين، واغطي واحط على البوتاجاز. غطي واحط على البوتاجاز بقى يا جماعة، لما تغلي النار عالية زي ما انتم شايفين اهي. لما تغلي حاولي تكشفي الغطا بس عشان ما يفرش. وتبدأي بقى لما يغلي، خش في مرحلة الغليان، هتبدأي توطي النار عليه وتسيبها كده بقى مع نفسها. شفتم؟ ده بقى بعد ساعة ونص كده من التسوية بتاعته. هو هياخد معاكي 4 ساعات أو 4 ساعات ونص. هنا بقى لما تحبي تزودوا مية حبيبة قلبي، لازم يبقى مثلا عندك في الكاتل شغال، أو عندك على عين تانية، تحطي مية تسخن، تزودي مية سخنة عشان الحباية الفول معاكي ما تجلدش. شفتم؟ كده بدأ يخش في مرحلة السوية اهو. هتغطيه تاني. على فكرة الخرم اللي في الحلة ده انا بغطيه. تعالوا بقى اما نشوف المرحلة بقى الأخيرة، اللي هتخلي الفول معاكي زي اللي بتشتريه من بره بالظبط. دول كانوا عندي معلقتين صلصة بقى كده في الآخر. اقلبهم كويس قوي، وهنزل معايا معلقتين نشا كبار او 3 معالق نشا، تبع يعني ايه الحبة اللي انت هتحطيها، تبع ما انت عايزة. انا حطيت تقريبا كده والله اعلم معلقتين كبار. شفت بقى؟ دول كده هتقلبوهم مع بعض، وتعالي بقى ايه بقى على شوية الفول بقى وحطهم، دول اللي يعملوا الصوص اللي بنتي بتجيبيه كده الكيس تلاقيه صوص كده احمر. عايزة تحط لون برضو، في ناس بتحط لون، بس انا بفضل يعني كل حاجة طبيعية. مصيري مرضى برضو هعملها لكم مرة باللون زي اللي بتشتري من بره. شفتوا حباية الفول عاملة ازاي مستوية وزي الفل؟ غطيته شفتوا بقى الصوص؟ شفتوا عامل ازاي؟ الواحد تقيل ما شاء الله. وحباية الفول مستوية يا جماعة خالص بصراحة. شفتوا؟ جميل جدا. تعالوا بقى كده بقى نشوف هنعمل ايه. نجيب طبق فول بقى كده، طبق للفول، طبق ستيل ستيل زي بتاع المطاعم اهو. اغرفي كده. انا بصراحة ما اقولكوش، انا كنت طبخة وهنتغدى. طبعا كنت طبخة اكلة برضو تتغمس. شوية الفول دول عملتهم بصراحة اتاكلوا في ساعتها، يعني كان لسه الفول صابح وايه اتاكل، ما فيش حاجة استنت منه. شوفي كده بقى معايا شوكة وافعصهم، شوفي في ثانية الفول مستوية وحبيته جميلة. وشوفوا جميل جدا. جيب بقى ايه، عصرة ليمونة، شوية ملح، شوية كمون، شوية كزبرة. إيه يعني اللي انت عايزة تحطيه هو، بس هو الفول كده حب الكمون والكزبرة. شوية بقى زيت زيتون، زيت نباتي بس تاني كان جميل بصراحة بزيت الزيتون. انا حطيت نقطة بس صغيرة كده. انا اهو شوية الملح الكمون الكزبرة، وظبطي كده. وتعالي بقى كمان نعمل ايه، نجيب شوية طحينة بقى ونشوف. شوفوا جميل خرافة. هنا بقى شوية طحينة وشوية زيت الزيتون على الوش، ما اقولكوش. جربوه يا جماعة والله جميل جدا. شفت انا بقلبه عشان اشوف طعمه. شفتوا شكل طبق زي الفول اللي بنشتريه من على العربيات، او طبق الفول اللي بتشتريه من بره. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بقى، هنكيسه معاكم. انا معايا بقى ايه حاجه غويطه، ادور على حاجه غويطه مش لاقيه، فجبت ايه بقى الصلايه بتاعه الهون بتاعتي، وانزل فيها الكيس وعبي. هتعبي طبعا على قد المقدار اللي انت عايزاه. انا كده بشتري المقدار ده كده يا دوبك، وسهل وسريع، وحاجه بتوفريها بتبقى متوفره في البيت في ايدك في اي وقت، حاجه كده يعني ما اقولكوش جميله جميله جدا.
طبعا يا جماعة كل حاجة غلت، والحاجة كلها يعني يلا ربنا يسترها معانا الأيام اللي جاية. فكل حاجة ما بتعملها في البيت بتبقى أحسن. شوفوا شكله. طبق الفول بالهنا والشفا حبايب قلبي. شكرا لحضراتكم.